أولا أشكر جميع المنابر الحاضرة على تغطية هذا الحدث. الحمد لله، معكم الكاتب العام الوطني المنتخب للنقابة المغربية للإعلام والتواصل، وكذلك المنسق الجهوي للشبكة المغربية لحقوق الإنسان والدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب. إن أبرز ما يجدر الإشارة إليه بمؤسسة الصحافة هو تعرضها لجملة من الإكراهات والمعيقات حالت دون تحقيق هذه الأخيرة للأهداف التي أسست من أجلها، بسبب تجاوزات وخروقات وشطط في استعمال السلطة من طرف بعض الصاهرين عليها، الذين رفعوا شعار الإقصاء، شعار آوى بين طياته منح البطاقة المهنية لغير مستحقيها ونهج سياسة التمييز والمحاباة، والكيل بمكيالين ضاربين عرض الحائط، قانونا أساسيا ينص في مادته الثانية على الشروط التي يجب أن تتوفر في كل من يرغب في الحصول على البطاقة، موضحا أن يكون هذا الأخير قد مارسه بشكل فعلي على أقل من 2 سنين في مهنة الصحافة مع قضاء برنامج للتكوين المستمر. إلى هنا تبدو الأمور واضحة جدا، لكن الذي يلفه الغموض ويبدو ضبابيا أكثر من اللزوم هو كون هذا القطاع ينشط فيه تلة من المتطفلين والذين لا تتوفر فيهم أدنى الشروط السالفة الذكر. وعلى سبيل المثال نجد مدير نشر لجريدة ما لا يتوفر على الإجازة، والذي حدده المشرع في المادة 16 من قانون 1380، الشيء الذي يمكننا اعتباره خرقا سافرا للقانون وضربا للقيم ومبادئ المهنة. وبناء على ذلك ومن هذا المنبر نطالب بإحداث لجنة تقوم بدور التفتيش والتفحيص، لجنة تقوم بدور التفتيش والتفحيص للوقوف على الخروقات التي تطال كيفية منح البطاقة المهنية وكذا الشروط من أجلها يمنح الدعم المالي للجرائد، وضرورة المساواة في قيمة هذا الدعم، في حين نجد بعض الجرائد تحصل على دعم يقدر بمليار أو مليارين سنتيم، والأخرى تحرم من هذا الحق، والبعض منهم من المحظوظين يحصلون على الفتات. إن الاجتهاد الذي لوح به البعض للنهوض بالمقاولات الإعلامية وجعلها مهيكلة لا يكفي، بل لا بد من الحصول على الدعم المالي. ولن ننسى أن ننوه بدور المراسلين باعتبارهم القلب النابض لهذه المهنة، فقد آن الأوان لتسوية وضعيتهم القانونية والاجتماعية أيضا بمنحهم البطاقة، والتي ستتخول لهم الاستفادة من التغطية الصحية ودمجهم في نظام التقاعد وتمتيعهم براتب شهري يضمن لهم العيش الكريم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.